هيكون الفيديو النهارده هيكون تعاون مع قناه جميله جدا جدا، وانا شخصيا بتابعها وبحبها، اللي هي قناه بيوتي نيوز. بتابعها وبحبها جدا بصراحه، يعني قناه روعه، فلازم تروحوا تتابعوها كمان. وهسيب لكم رابط القناه في الديسكربشن بوكس تحت. الفيديو ده هيكون فيديو مشترك نعمل فيه نصايح تجميليه، بعض منها تجميليه وبعض منها يعني نصايح عامه وخدع بس يعني للحياه اليوميه. فيا رب يعجبكم الفيديو. وطبعا اعملوا لو انتم مش مشتركين في القناه بتاعتي اعملوا اشتراك في الزر الاحمر اللي تحت ده، او لو انتم من اللابتوب اضغطوا على زر سبسكرايب اللي في الشاشه دلوقتي. يا رب يعجبكم الفيديو، ويلا بينا ننتقل للفيديو. اول نصيحه هتكون نصيحه عن الماسكارا. في طريقتين عشان يعني تساعدك ان انت ما تحطيش ماسكارا على جفن العين وكده. فاول طريقه ان انت تحطي كارت بالشكل ده، تحطيه ورا الرموش بالظبط، وتحطي الماسكارا بتاعتك، والماسكارا مش هتوصل للحته اللي ورا، فمش هتخرب عليك الاي شادو وكده. تاني طريقه اللي هي باستخدام المعلقه، طبعا برضو نفس الطريقه، تحطيها فوق كده ورا الرموش بالظبط، تحطيها ورا الرموش وبقى تعملي الماسكارا بتاعتك. وكل ماسكارا هتبقى على معلقه، مش هتكون على جفن العين. ودي طريقه بتخلي الاي شادو بتاعك يطلع نظيف. لو انت من الناس اللي ما تعرفش تحطي مانيكير الا لما تبوظ كل حاجه يعني في ايدها وكده، ففي طريقه عشان المانيكير بتاعك يطلع نظيف. الطريقه ان انت تجيبي شويه فازلين وتحطيه حوالين تحطي شويه فازلين حوالين الاظافر، يعني من بره كده الحتت اللي انت بتحسي المانيكير بتاعك بيبوظها، تحطي المانيكير بتاعك. وبعد ما تخلصي من المانيكير بتاعك امسحي الحتت اللي انت بوظتي فيها المانيكير، والمانيكير بتاعك هيطلع شكله نظيف جدا. النصيحه رقم 3 ان انت تيجي ترسمي حواجبك، ان انت ترسموهم قريبين لبعض شويه، يعني ترسموهم قريبين لخط العين، لان كل ما ترسموهم قريبين لبعض هيكون شكل انفك صغير، وكمان يعني بيدي شكل كويس قوي للانف ده، يعني خدعه كونتور. وطبعا يعني لما تشوفوا الميك اب ارتست والناس اللي بتعمل مكياج دايما بتقرب الحواجب يعني بتقرب الحواجب لبعضها، عشان ده بيدي شكل لانف صغير بيكون شكله احسن. النصيحة دي بتكون للناس اللي لما بتصحى الصبح وعيونهم بتكون منتفخة في الحتت دي، او يعني عيونك يعني كليا بتكون منتفخة وشكلها تعبان او كده. وكل اللي لازم تعمليه ان انت تجيبي معلقة وتحطيها في الثلاجة لمدة 10 دقايق 5 دقايق بالظبط، معلقة تكون باردة جدا جدا. وبعد كده بقى تجيبيها تحطيها في الحتت اللي بتكون منتفخة قوي، مثلا في الحتت دي او في الحتت فوق في الجفن، يعني مثلا في جفن العين او تحت العين، وتعملي نفس الحاجه للعين الثانيه وتعمليها كده يعني لمده دقيقتين 3. دي طريقه سريعه جدا جدا في الصباح عشان تتخلصي من العيون اللي شكلها منتفخ وكده. فدي طريقه مجربه، ويعني جربوها وقولوا لي. وعايزه تعملي ليب سكراب او مخشر للشفايف سريع جدا جدا، كل اللي بتحتاجيه انك تجيبي زيت زيتون وسكر بس، ده كل اللي بتحتاجيه، وتلخبطيهم مع بعض وهيبقى عندك مؤشر يعني سريع جدا، وتعمليه في الصبح وكده. انا ده بتاعي عملته من فتره بصراحه، فضل معايا لفتره طويله جدا جدا، وحلو قوي 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 الطريقه دي عشان بتخلص من الخلايا الميته على الشفايف وكده، والشفايف بتبقى ناعمه. انا بتاعتي عملتها من تقريبا شهر وفضلت معايا لغايه دلوقتي، لان مش بستخدمه كتير قوي، بس بصراحه طريقه حلوه قوي قوي. السكر بيقشر الشفايف، وزيت الزيتون بينعم الشفايف، فيعني نتيجتين في حاجه واحده. عايزه تعرفي لون الفاونديشن المناسب لبشرتك، او يعني الفاونديشن اللي بيكون نفس لون بشرتك، جربيه على اي حته، مثلا في ايدك من جوه من هنا او من هنا، اي حته مش معرضه للشمس او يعني مش معرضه لاي حاجه وكده. اول حاجه جربي فاونديشن على ايدك او على ايدك من جوه هنا، او اي حته يعني مش معرضه للشمس وكده، لان وشك بتكون معرض للشمس، ده برده ممكن يسبب له اسمرار او يعني حاجه. وبرده وشك ممكن عشان منتج بتستخدميه يكون فاتح بزياده، بس ايدك يعني دي يعني مش بتكون متأثرة زي وشك، فده بيديكي لون الفاونديشن الطبيعي اللي هو بيناسب لون بشرتك، لان دي هي لون بشرتك الاساسي. فالوش بيكون معرض لحاجات كتير جدا جدا، فيعني ممكن ما يديكيش اللون الحقيقي. طبعا
الميه ليها فوائد كتير جدا جدا من الناحيه الصحيه والناحيه التجميليه ومن كل النواحي. فشرب الميه دي يعني حاجه مش احنا من يعني مش حاجه جديده على الناس ابدا. وفي ناس كتير قوي بتقول اشربي 8 كوبايات في اليوم وكده. انا بقول لكم بقى اشربوا على قد ما انتوا تقدروا. فدي اخر نصيحه انا عايزه اقولها لكم وبس. وبكده خلصنا الفيديو، يا رب يكون عجبكم. وطبعا يعني هحط لكم رابط بيوتي نيوز قناتها، هحط لكم الرابط تحت في الديسكربشن بوكس. ويا رب يكون عجبكم الفيديو، وما تنسوش لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناه بتاعتي. ولو انت جديده في القناه بتاعتي مرحبا، انا اسمي رانيا وبعمل فيديوهات هنا في اليوتيوب. فيا ريت تشتركوا في القناه بتاعتي عشان تشوفي اي فيديو جديد ينزل ليا. طبعا عايزاكم تروحوا قناه بيوتي نيوز